ازيكم يا جماعة، معكم عمر من قناة نورمال عمر. وإذا في الفيديو ده هيكون حلقة بس التجارب اللي قابلين واللي رجعنا لها بعد ما طلع لنا واحد هتشوفوه دلوقتي. فيلا بينا. قبل ما ابدا احط لايك في القناة وفعل زر الجرس وبإذن الله. مع ان اللعب اللي طلع لي ده لسه طلع لي من 3 دقايق بالظبط او 10 دقايق، بس هحط لك في فيديو من الصفر اللي فات جدعانة مني. فيلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نخش شوفوا. زي ما انتوا شايفين هالاند ال100 الالتيميت تودز. لاعب خارق، انا ما اديتوش بس غير تطويره 100 بس، لسه ما حطيتوش في نقطه مهاره اي حاجه. سبته دي، فدي طاقاته الديفيكولت اللي بينزل بيها. هو ده النورمال بتاعه 98 بدني. فانا لسه شايف البدني بتاعه بيخبط بالكتف، ما فيش كره بتتاخد منه بس ما بيجريش. بس مفيش كره بتتاخد منه، دي المهم. والمراوغه بتاعته 92، ما تفهمش ازاي بس اقتنع يعني. اعمل نفسك عبيط. هالاند 92 مراوغه، انا ما شفتش هالاند بيراوغ صراحه السيزون ده كله، فممكن. فيلا بينا. وهنجربه في ماتشين من هنا، وممكن نلعبه ماتش واحد لو حبينا هناك. لكن قبل ما نبدأ احط لك الشوف القناة. ايه ده، نسيت يا جماعة. قبل ما نبدأ او نبدأ يلا بينا على اول ماتش. ماشي يا جماعة، بدينا الماتش. دي فرقتي، وحرفيا في زيبيو بره وفي راؤول بره مستني وفي فان باستين، فاللي هيتعب من دول في 3 غيره مستنينه بره. ومعانا كمان واحد اسمه موريانتس 95 مترقي 97. فيعني والله الحاجة بايظة خالص الحالة، يعني مش عارف، أنا اللعبة تقريبا بيزلوني، ما عندهاش غير اس تي بتقف عندنا. لا، هالاند ما بيتاخدش منه دماغ حضرتك. هالاند ما بيتاخدش منه حق ولا باطل. ما تخشش يا عم معايا يا عم. يا جماعة ده ايه ده؟ ايه ده، في ايه يا بابا يا بابا؟ يا حبيبي يا بابا، ده ايه يا جماعة؟ انت بص في العادة. ما بياكل يعني ما بيتاخدش منه حق ولا باطل والله. لو انت لاحظت في الاول كان الاول كتف وخدها منه تاني، وقطعها وعدى من بين اللاعبين، كان واحد واقف في وشه، ما فيش خالص ده، يعني دبابة والله يا جماعة. وبرضه يلا بينا بقى بدجلش، فبس احنا بنجربه ولا هالاند فاديك. اجري بقى شوية يعني، ارمح شوية. يا نهار اسود، هالاند واتقطعت منه. انا كنت فاكر اللعبة دي ما بيتقطعش منها. مش كده بقى يا جماعة، ان احنا مش مرقين هالاند عشان عايزين نجربه ديفكت، واللي هو عادي بقى ده المصنع يعني. بس دي مشكلة في حد ذاتها، لان مفيش حد دلوقتي ما بيطورش لعيبته. على الاقل من تبدأ طريقة تصنيف واحد ولا اتنين ومرقيها، او على الاقل مرقيها ليفل 5. فدي لوحدها بتبقى طيارة. فلو انتوا لاحظتوا هتلاقي ان اللاعب جاب هالاند في ثانية. هالاند يلا. هالاند. الولا بيعمل أقصى ما عنده علشان يقطع الكورة، بس مش عشان يعني يحاول ما يقطع الكورة. مش مهم بقى تروح لمين، المهم اللي هو يقطعها، يعني ما تفضلش مع هالاند. انا كنت عايز اديها كنت عايز اثبتها كده، اشوف هيثبتها على الارض. ايه ده، لا اله الا الله يا ابني، بالراحة بالراحة يا حبيبي. يلا مين اهي. يلا واحدة كمان واحدة كمان واحدة كمان. اصلا ماشي. مش كده بقى يا جماعة، دلوقتي ندخل فينا جون. فهنضطر بقى يعني نشوفوا هالاند بقى بيعمل الجريتش بتاعنا ولا لا. وبسبب اللي احنا طعم الدفاع بتاعنا صراحة كله خرفان. طب يلا هالاند هالاند هالاند. يا هالاند اجري شوية معاه. يا هالاند شغالها شوية. فاول يا جماعة. الحمد لله ما فيهاش حاجة، الحمد لله صح بس هالاند حرفيا مات. انا ما كنتش اعرف ان هو للدرجة يعني. بيبوظ بسرعة يا جماعة. فاحنا الماتش الجاي بقى هنجربوه متطور. يعني متطور كده اللي هو في بداية التطوير. فاهم، احنا جربوه ده كده هو مش متطور زي الفل، بس مشكلته في السرعة وانه بيموت بسرعة. رايق بسرعة 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 بسرعة. طب والله يا جماعة كانت هتيجي جون، بس يعني الحكم عمل واجب. ماشي يا جماعة، دي أول ماتش خلص بخسارتنا لأول مرة تقريبا من 7 ماتشات. المهم يعني اللي احنا خسرنا ومش عارف ازاي، فهنضطر بقى نطور هالاند ونرجعه تاني. علشان يعني هالاند يكون بس بيعرف يجري شوية ويستحمل معانا، لأنه ماشي على قشرة بيض. مش عارف بقى، يمكن الغلطة منه، مش عارف. بس عارف ان هو ماشي على قشر بيض بجد.
هندربه ليفل 10 كمان. يلا يا عم، مش هحرمك من حاجة. ليفل 10، وهنديله اللي هو التفاصيل بتاعته. هنديله واحدة بقى فين، هو كده كده مش محتاج ايه، مرة بريعة تمرين. اديله واحدة مرة بريعة، التدريب بتاعه مخلص، فاحنا هنديله مرة بريعة عشان يجري شوية. زي ما شايفين دي طاقاته بعد التطوير، دي طاقات لاعب داخل دباح كده يعني. خلاص كده ده جزار، ده داخل هيجيب لحمة. العيد الكبير قرب وده داخل يجيب اللحمة، بس داخل يجيبها مش طبيعي. فالمهم يعني يلا بينا نخش على الماتش التاني، ولا بينا على طول. ماشي يلا بينا يا جماعة، بدأنا الماتش التاني. فرقة ولا حلوة أو قليلة يعني، فهنعرف إن نجيبه معايا. أنا بقى بفكر أخش أعمل تياكو سيلفا، لو حلو قولوا لي برضه وأجربه لكم، عشان صراحة حاسس إن لو حلو. دي بقى هالاند يا جماعة، دي بقى الحاجة الوحيدة اللي في هالاند حلوة، إن أنت بتخبط الكرة بتجري، وهي بتيجي معاك بقى كوسة، وبتشوط تيجي جون، لازم تيجي جون معروفة. أنا مجرد بس لمست حركة مهارة اللي هي تحت، اللي هو بالقدم الأمام اللي هي من كعب لكعب الأمام، حرفيا هالاند اداها بس لقدام وجري من أي لاعب، من أي مدافع، وبجسمه بيحط جسمه والكرة ما تتقطعش منه. فالحركة دي مع هالاند من أيام فيفا 23، من أيام السنة اللي فاتت وهو بيعملها. لأن مجربتوش في فيفا 22 لأنه ما كانش بيلعب في السيتي الصراحة، فما كانش مشهور أوي يعني. ولا حاول يعملها بس خد فاهم. ماشي. ماشي يا جماعة، جاي فينا جول زي ما شفتوا، أو جاي فينا جول عامة انتوا مشفتوش، بس المهم اللي هو جا جون يعني، هو ده المهم. يلا بينا هدف. يا حكم يا حكم يا حكم يا، لا تقتل المتعة يا مسلم. والله الحكام انا حاسس انها بتستقصدني، لما بنيجي نلعبوا ماتش بتستقصدني كده، اول ما تعرف ان انا اللي بلعب لا خلاص مفيش كورة. اول ماتش هيخلص ومش هتاخد ربع جنيه، ربع زيادة وقت. يا عم ما تطلعش بالحارس ده، هالاند متر 95، ما تطلع. هالاند مش عارف القفز بتاعه 400 سنتي ولا حاجة، بينط الدور التاني. بيدين ديسلايك. آه. اضرب في الزاوية هالاند، في الصميم هالاند. خش جوه بقى هالاند، خش جوه. اوت. اوت عليا، مش عليا عليه. فين هالاند؟ هو ده هالاند اهو. يا اه اه لو كانت جت دي خلاص بقى يا جماعة، دي كانت الناحية بتاعت هالاند دي معروفة بقى. ايه ده معلش، انا تكيت شوت قبل ما امسك الكورة صراحة، مع اني كنت ممكن استنى امسك الكورة عادي. بس صراحة الكورة دي من هالاند، يعني خلاص كده اثبتت لي ان هو ولا المهاجمين التانيين. بيضرب. يا هالاند لما بيتعب مشكلته، لما بيتعب ما بيشتغلش، طاقته بتنزل النص بقى، ما تفهمش، بيبوظ. بيحتاج يعني محتاج ريستارت. انا عايز والله، مشكلته بس الطاقة بتاعته يا جماعة. دي المشكلة تقريبا بتاعت معظم اللعيبة الأربعة ستار، التحمل. تلاقيها بتبقى ميتة كده، تنزل عاملة شبه الكتكوت المبلول، تنزل تفرقع كده، عاملة شبه الكتاكيت بتمشي شوية وتقع. فالمهم يعني يا جماعة، الماتش التاني خلص بكورة مقصية من هالاند، طيرت لي دماغي. والله يا جماعة طيرت لي دماغي. فما بيننا خلصنا الماتشات هنا، فمش عارف صراحة هنلعبوا فين تاني، نجرب هالاند. ما تبقاش غير منطقة واحدة، وبقالي فوق السنة ملعبتهاش. لا سنة، من لا بلاش سنة أصلا. بقالي فوق شهر ما لعبتهاش، شهر أو بالظبط شهر أو شهر ونص. فلما نخش نلعبها وانتوا أكيد فاكرينها من زمان، مفيش غيرها يعني يا جماعة. ديفيجن ريفرنس، وجها لوجه. ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا على الماتش. يلا بينا يا جماعة، بدأنا تالت ماتش، فبسم الله الرحمن الرحيم زي ما شايفين. ولا مع بيبي،
ودي تشكيلتي فرقتي. آه، فول كده يا جماعة ان الولد يعني جاب جول فوقية معدي من نص حارس، ما تفهمش ازاي اللعب على عدى من نص حارس. والاكبر بقى انه احتفل وفكر نفسه ايه، يعني فكر نفسه معاه ده 300 مليون. فكر نفسه مش عارف يعني، بس هو فكر نفسه واحد يعني وراني عدد هدفه كله واحتفل الاحتفال كله. مش عارف، انا فكر نفسه رونالدو الظاهرة وهو جايب جول في كأس العالم 2002 في اوليفر كان. فانا مش عارف بقى هل توقعي صحيح ولا ايه. وطلع من الماتش تقريبا، يعني هو جاب الجول من هنا واحتفل طلع من الماتش. او ممكن مثلا كانت النت عنده معلق اصلا. ما مش تيجي مرة يعني، جت معاك مرة ما تقطع ما يعني ما مش بالهبل هي اصلا. يا جماعة والله بعد ما جبت هالاند حرفيا انا ضيعت ماركينيوس، بس في المقابل جبت هالاند. وضيعت لعيبة كتير اوي 97. بس المشكلة اللي انا ضيعت الدفاع بتاعي اللي هو اصلا كنت معتمد عليه. طقم في الدفاع، لان طقم الدفاع بتاعي دلوقتي حرفيا ولا طقم دفاع برشلونة. ولا طقم دفاع برشلونة يا جماعة من غير اراخو. يعني بعيدا عن اراخو، لو ما اراخو بالترت يبقى طقم دفاع برشلونة مش هيبقى طقم دفاع دلوقتي. زي ما قلت لكم الولا انسحب فعلا. فمش عارف بقى الماتش ده احسبه ولا لا، بس هو الولا انسحب. فانا ماليش دعوة، مش ذنبي. اتسلى. ماشي يا جماعة، الماتش خلص ما رضيتش اجيبه لكم صراحة بعد ما الولا انسحب على طول خلصت لكم على طول. فيعني يلا بينا ما تبقناش في الفيديو تجربة اللاعبين غير الماتشات. و بعديها التقييم، واحنا خلصنا الماتشات يبقى بقى تقييم. فيلا بينا على تقييم هالاند وانصحك هل تشتريه ولا لا. وفي الاخر وفي تقريبا يعني في الغالب بنسبة 90% انت عارف جوابي. فهل تشتري ولا لا. جماعة مش مشكلة لما باجي اصور بلاقي العصافير بدأت تزقزق، والبلابل بدأت تغني، وبياع الفول ماشي في الشارع. وانا بصور لسه الساعة 6 الصبح ولا حاجة. بيبيع فول من دلوقتي، مش عارف من امتى كان بيبيع فول. من امتى كان في بياعين فول في شارعي. مش فاهم. بيحصل حاجات عشوائية. المهم يعني يلا بينا يعني ما تاخدش في بالك. خش فعلا على طول. اهو. بصوا يا جماعة، يعني هالاند كسرعة فمش هعتمد على سرعته، انا هعتمد على البدني بتاعه، واللي انت في حركة واحدة ممكن تعدي من ايات ما تتخانها مدافع ان شاء الله لو كان مين. حتى لو مالديني بخبط الكتف من هالاند هيخليه لك يعني يمسح الارض. المهم يعني مراوغته كده كده انت عارف هالاند ما بيراوغش جسمه حضرتك، يعني عنده 105 بدني وعنده 195 سنتي، عايزه يراوغ ازاي ده 94 كيلو. يعني ده انت مش عارف بقى صراحة. المهم فهالاند ما عنده، ولاحظ ان هو ما عندوش اصلا غير ميزه واحده اللي هو صاحب راسات قويه، ولا عنده ار2 ولا عنده اي حاجه. هو ما بيعملش غير بدماغه. فانت اي كره بالدماغ عليها هالاند هيجيبها جون. واي كوره هتاخدها تتك جري وتجري هيجيبها جون. دي حاجه لازم تكون عارفها. وما بيشوطش خبايا غير برجله الشمال. رجله اليمين ضايعه، او مش ضايعه يعني هي ماشيه بتمشي الحال عادي. لو ما يعني في الكوره كده ممكن يديها في الزاويه كده ويريح دماغه. فالمهم يعني لو بعد التطوير بقى زي الفل، لكن قبل التطوير زباله. انت كده كده يعني هتجيب لاعب مثلا سعره 230 مليون ومش هتطوره. فلو انا عايز اوريك حاجه بس في السوق علشان يكون قراري في التطوير في بس في اللي هو يعني كويس لي فوق اللي هو التقييم بتاعه. بص يعني هو عامل 260 مليون، وانت كبيرك ممكن تاخده يعني مثلا بالسوق. يعني ممكن تاخده 268 مليون، او ممكن تاخده 247 مليون، ده انت لو لعيب يعني. ف 247 مليون في اختيار احسن انا جربته بنفسي. اي نعم مش بنفس الاوفر بس احسن. اهو. ده جليتش او ايزيبيو. ايزيبيو ده حرفيا يا جماعه افضل لاعب اس جربته لحد دلوقتي، وبدون كلام وبدون منازع. مع انه ممكن يكون اقل اوفر في اللعبه اللي انا جربتها دي كلها، بس يعني هو احسن منهم كلهم. فده الوحيد اللي بنصحك بيه صراحه. لا تجيب ايزيبيو، لا تجيب راؤول. راؤول حلو قوي بس ما جربتوش كتير، بس في الوقت اللي جربته فيه كان حلو جدا، حتى ان هو ما اتطورتوش قصدي. فبنزل براؤول في اخر الماتش وبيعمل معاه الواجب وزياده. فهالاند زي ما قلت لك لانه برضه سعره مش رخيص خالص
خالص خالص، سعره 260 مليون يعني. ده ميزانية بقى، ميزانية فريق اصلا يعني، ميزانية للفريق كامل. فانت برضو اختيارك، وانا قلت لك. فتقييمي ليه هو النهائي بتاعه 8/10، بسبب انه ما بيراوغش. شفت له شارته في الماتشات، وما عندوش غير ميزة واحدة، وسعره غالي. فبس كده يا جماعة، تقييمه كان 8/10. وده كانت نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم حط لايك، شير في القناة، وفعل زر الجرس. واللي تحت في التعليقات لو عايزني أجيب تاكو سيلفا وأجربه، أو أجيبه خلاص يعني، عشان عايز أجيبه بصراحة. فبس يا جماعة، أشوفكم فيديو جاي. مع السلامة.